أكرم توفيق يا جماعة وقصة تجديده موضوع بوخ وطول زيادة عن اللزوم، النادي الأهلي المفروض يبقى حاسم في الموضوع ده عن كده، 1+1=2، يا ابن الناس أنا عرضي 1، 2، 3 موافق أهلًا وسهلًا، مش موافق خلاص، خُد بعضك وامشي، سهلة وبسيطة ما لهاش تالت يا جماعة، أنت موافق تقعد معايا بالفلوس اللي أنا أقدر أدفعها لك ماشي، مش موافق خلاص، والنادي الأهلي غلطان في القصة دي إن هو يفوّض أكرم قبل نهاية عقده ب6 شهور، كان النادي الأهلي المفروض يفتح باب المفاوضات مع أكرم قبل كده بمدة طويلة. والنادي الأهلي كمان غلطان إن هو مطوّل مدة التفاوض جدًا، يا جماعة سِكّة ودُغري، أنا ما أفهمش في اللَوَع، سِكّة ودُغري، يا ابن الناس أنا عرضي 1، 2، 3 موافق أهلًا وسهلًا، مش موافق اتكل على الله، تروح الوكرة القطري، تروح الشمال القطري، تروح السد القطري، تروح العين الإماراتي، روح مكان ما تروح يا ابن الناس، مع السلامة والقلب ادعي لك، أنا استغنيت عن الأجعص منّك، استغنيت عن رمضان صبحي، استغنيت عن أحمد فتحي، ولا هَمّني أي حاجة، واستغنيت عن عبد الله السعيد، وبعد ما جدد لي استغنيت عنه، ولا هَمّني أي حاجة. مش أنت يا أكرم اللي النادي الأهلي هيُقف عليك. أنا شايف إن النادي الأهلي لازم يبقى حازم في الموضوع ده، ولازم يخلّص قصة أكرم توفيق دي تمامًا، علشان ما تبقاش صداع، وتبقى كل اللعيبة قاعدة مستنية أكرم توفيق هيجدد بكام، علشان إحنا كمان لمّا نيجي نجدد عقودنا نطلب زي ما طلب أكرم توفيق. ده باب لازم يتقفل، وما يدّيش فرصة لأي لاعب إنه يفكّر إنه يتنطط على النادي الأهلي. سلام عليكم.